اهلا وسهلا ومرحبا بالجميع في برنامج قصص من ورا الشاشة. معاكم ريكتر من قناة ريكتر دازت، والنهاردة هنتكلم عن سؤال شغل دماغ ناس كتير: هل ساموراي جاك كان كرتون اطفال ولا كان فيه معاني اعمق؟ ايوه يا جماعة، الكرتون اللي كنا بنتفرج عليه واحنا صغيرين وكان بيجي مع فتيات القوة ومختبر ديكستر والحاجات دي، هل هو فعلا كان مجرد كرتون ولا كان مخبي وراه اسرار ورسائل عميقة؟ في الحلقة دي هنكشف الحقيقة اللي ما كانش حد متوقعها، وهنجاوب على 3 اسئلة اساسية: ايه السر ورا الاسلوب الفني البسيط والقصة اللي كانت عميقة جدا؟ وليه الكرتون ده كان بيطرح مواضيع زي الوحدة والضياع في اطار كوميدي، وفي نفس الوقت بيخفي ورا الضحك رسائل فلسفية؟ واخر حاجة، هل الموسم الاخير ده كان فعلا مناسب للاطفال او احنا اللي كبرنا معاه؟ استعدوا الرحلة في الزمن، هنتنقل مع بعض من ايام الطفولة لغاية اللحظات اللي بدأنا نستوعب فيها السر ورا الكرتون ده. وفي الحلقة دي هنتكلم مش بس عن الأحداث اللي شفناها، لكن كمان عن التفاصيل اللي ممكن أغلبنا ما خدناش بالنا منها، وإزاي الكرتون ده كان بيحاول يوصل أفكار ومشاعر من خلال لغة بسيطة وأسلوب فني مبتكر. يلا بينا نبدأ. أول ما تتفرج على ساموراي جاك هتلاقي الرسوم بسيطة بشكل يخطف العين، ألوان زاهية ورسومات بتديك إحساس بالحركة وبالحياة. لكن لو بصيت بعمق هتلاقي إن البساطة دي مش بس شكل، دي كانت بتخبي وراها رموز ومعاني تقيلة. مثلا لما بتشوف جاك في أماكن فاضية، ده مش صدفة، ده رمز للوحدة والشعور بالضياع اللي كان بيعيشه البطل، وكل مرة بيحارب فيها أعداء شكلهم غريب ومضحك. ده مش بغرض الضحك أو مجرد نكتة، ده بيعبر عن فكرة إن الشر في الحياة ممكن يكون سخيف ومش دايما مرعب بنفس المعنى التقليدي. الكرتون ده كان بيعتمد على لغة بصرية فريدة بتخلي كل مشهد يحمل رسالة، وكل لون وكل ظل كان ليه دلالة معينة. وبالرغم من بساطته اللي ظاهرة، القصة كانت بتدور حوالين رحلة داخلية لروحه، رحلة بحث عن الهوية والمعنى في عالم مليان تناقضات. وفي كل حلقة كان في حوار صامت ونظرات بتتكلم، وكأن الرسومات هي اللغة اللي الكرتون بيستخدمها عشان يوصل أفكاره للمشاهدين بدون ما يحتاج لكلمات كتير. وده اللي خلاه يكون أكتر من مجرد عرض كرتوني للأطفال، بل أصبح مادة فكرية ممكن يتم النقاش فيها على مستويات مختلفة. ومع مرور الوقت ومع اننا كنا بنتفرج عليه واحنا صغيرين، لما نرجع نبص على ساموراي جاك بنشوف ان القصة بتحتوي على طبقات من المعاني. هو مش بس بيحكي قصة بطل بيحارب الشر، لكن كمان بيطرح اسئلة عن العدالة والانتقام والتصالح مع القدر. الكرتون ده كان بيحاول يقول ان الحياة مش دايما وردية، وان في مواقف بتحتاج للصبر والتفكير العميق قبل ما نتخذ قرار. وكل ده كان متغلف بطريقة كوميدية تخلي الرسالة توصل بدون ما تحس بتقلها. ده بيخلينا نفكر في كتير من المواقف اللي بنمر بيها في حياتنا وممكن نضحك عليها، بس بيكون في درس مستتر جواها. شمس تراك هيعجبك، اسمه دايس على الكل. طيب سؤال مهم هنا، ليه مفيش حد لاحظ من البداية ان الكرتون ده فيه عمق رغم شكله البسيط؟ الإجابة في إن المخرج اللي كان عنده رؤية فنية عالية قدر يحول المواضيع الناضجة إلى مادة تتقدم بشكل يناسب كل الأعمار. زي ما بنقول كان بيغلف المواقف الصعبة أكنها حاجة حلوة أو شوكولاتة تديها لطفل. مثلا لما جاك كان بيواجه الوحش الآلي سكاراموتشي، الوحش اللي كان بيحول كل حاجة لآلة حرب، ده مش بس بيظهر كوحش خارق، ده بيعبر عن فكرة الاستعمار والقوة الاستبدادية اللي بتحاول تفرض نفسها على الضعفاء. لكن الأطفال بيشوفوا الوحش ده كجزء من الإثارة والمغامرة، وما يفهموش المعاني العميقة اللي وراها. وهنا بيجي دور الرسالة الضمنية اللي بتخلي الكرتون يكون ليه طابع مزدوج، فهو في الظاهر مسلسل مغامرات وأكشن، وفي باطنه رسالة عن الحياة والصراع الداخلي. كمان الحبكة نفسها كانت معتمدة على التكرار. جاك كان بيفشل في محاولاته يرجع لزمنه، وكل فشل كان بيعلمه درس جديد في الصبر والتواضع. بدل ما يكون مجرد فشل، كان كل حلقة بتضيف طبقة جديدة لفهمه للنفس، وده كان بيخلي الرسالة تتطور مع مرور الحلقات. المخرج كان بيعتمد على أسلوب سرد بطيء أحيانا، لكن في نفس الوقت كل مشهد كان بيحمل معاني عميقة تستحق التأمل. حتى الحوارات اللي كانت قليلة كانت كفاية علشان توصل فكرة إن الحياة مش دايما سهلة، وإنه مهما كانت التحديات كبيرة لازم نتعلم منها ونستمر. ده النوع من السرد اللي بيخلي الكرتون يفضل حتى في أذهاننا بعد سنين، لأنه مش بس بيقدم قصة بسيطة، لكن كمان بيفتح نقاش حول مفاهيم الحياة والوجود بطريقة غير تقليدية.
وبصراحة لو هنتكلم عن الفرق بين المواسم القديمة والموسم الأخير هنلاقي إن الصفعة كانت لما جابوا الموسم الخامس بعد 13 سنة. الموسم ده كان بمثابة تحول جذري، ساموراي جاك نضج مع الزمن زي ما احنا كلنا بننضج. وفي المواسم القديمة كان جاك دايما رمز للشجاعة والمغامرة البسيطة، لكن في الموسم الأخير الشخصية بقت أكثر تعقيدا، بقت مليانة ألم وحزن. جاك بقى ملتحي وعيونه كانت حزينة، وبدأ يواجه أسئلة وجودية صعبة. هو انتقم ليه؟ هل هو بطل حقيقي ولا مجرد قاتل؟ حتى المشاهد دخلت في دم ورومانسية بطريقة غير متوقعة ومش مفهومة. وفي مشهد معين لما جاك قابل شخصية آشي، ثقته بنفسه اتكسرت قدام كل العيون، وده كان صدمة لكل اللي كانوا متعودين يشوفوا جاك كشخص لا يمكن يستسلم. المشهد ده كان بمثابة رسالة قوية ان الكرتون كبر مع جمهوره، وانه مش مجرد عرض للأطفال، بل هو عمل فني بيعكس التغيرات الاجتماعية والنفسية اللي بتحصل في حياة الإنسان. ده اللي خلى الجمهور يتفاعل بشكل كبير مع الموسم الأخير، لأنه حسوا انه في صدق وواقعية في تقديم المشاهد حتى لو كانت بطريقة فنية مبسطة. وفي نفس الوقت كان في تناقض واضح بين الرسالة الكوميدية اللي كانت موجودة في الأول وبين الجدية والعمق اللي ظهر في النهاية، وده خلق جدل كبير بين المشاهدين وخلى النقاش يستمر لحد دلوقتي. فيا جماعة، ساموراي جاك كان مرآة بتعكس حالاتنا المختلفة حسب عمرنا وخبراتنا. الأطفال كانوا بيتفرجوا على مغامرات وبطولات، أما الكبار فكانوا بيشوفوا في كل حلقة معاناة وجودية ورسائل عميقة عن الحياة والقدر. وفي الآخر السؤال اللي لازم نفكر فيه هو، لو الكرتون ده نزل جديد النهاردة، هل كان هيتقبل في زمن السينماتيك يونيفرس ولا كان لازم يفضل رمز طفولة ما ينفعش يتغير؟ ده موضوع يخلي الواحد يقعد يفكر ويتأمل في كل حاجة. وانا شخصيا شايف ان ساموراي جاك كان اكتر من مجرد كرتون، لانه كان بيدي درس عام في الحياة والوجود، وكل مرة نتفرج فيه هنلاقي فيه حاجة جديدة بتخبي معاني عميقة ومخفية تحت طبقة من الرسومات اللي كنا بنشوفها. والحقيقة ان الكرتون ده مش بس ممتع، لكنه كان محاولة لتوصيل رسائل فلسفية بطريقة غير تقليدية، وده اللي خلى كل جيل يستفيد منه بشكل مختلف. فاحنا النهاردة واحنا بنتكلم عن ساموراي جاك بنشوف ان كل واحد فينا عنده طريقة مختلفة في تفسير الحكاية، وإن الرسالة اللي وراها ممكن تكون سبب في تغيير نظرتنا للحياة. فاكتبوا رأيكم في الكومنتات، شاركونا تجاربكم وذكرياتكم مع المسلسل، ولو الفيديو عجبكم ما تنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناة وتدوسوا على الجرس عشان يوصلكم كل جديد. وكان معاكم ريكتر من قناة ريكتر دازت. أشوفكم في الحلقة الجاية من برنامج قصص من ورا الشاشة، ولايتس اوت.